السلام عليكم ورحمة الله، عاملين إيه؟ يا رب نكون بخير وصحة وسعادة وهنا وكل حاجة حلوة يا رب. استنى بس نعدل البتاع دي شوية. حلو كده، يمكن أحلى، الله أعلم. إيه أخباركم، عاملين إيه؟ يا رب كده يكون العيد عدى على خير والأكل اتهضم شوية بعد رمضان. تحس إن رمضان شهر أكل، يعني تحس إن أنت إيه، عايز تخرج من رمضان تصوم بقى عشان تعبت أكل يعني. استأذنكم بس اللايك قبل ما نبدأ، ممكن اللايك، ممكن حضرتك تحط إيدك بس على علامة اللايك دي. شكرا. الحلقة النهاردة بصراحة أنا اتضايقت شوية من شوية تعليقات من إخواتنا الأهلاوية. مش اتضايقت من التعليقات، طبيعي جدا إن أنت يكون آه، مشجع لفريق منافس أكيد مش هيوافقك في الآراء، لكن الآراء بتاعتنا الفترة اللي فاتت هم مش قابلين إن إحنا كزملكاوية مثلا نقول نفس الكلام اللي هم بيقولوه النهارده. يعني هم عندهم استعداد يسمعوا أخ أهلاوي تاني بيقول نفس الكلام. يعني مثلا من أقوى يوتيوبر عندهم إسلام مهدي بيقول نفس الكلام، بيقول نفس الكلام بتاعنا، ان المشكله الكبيره مش بيستورب، مش زيزو، مش امام، مش بن شرقي. فاهم؟ الدراما الروسيه زمان عملت عمل مجيد، عمل قوي جدا جدا لواحد كاتب كبير روسي اسمه ديستوفسكي. الكاتب ده في روسيا يعني بيماثل الدراما الإنجليزية في شكسبير، ويليام شكسبير. فالكاتب الروسي ده عمل من أهم الأعمال في الدراما الروسية في آخر 200 سنة مثلا، 200 سنة يمكن أكتر كمان. اسمه الإخوة الأعداء، الإخوة كرامازوف. العمل ده اتعمل بترجمات كتير، حتى اتعمل في مصر كمان بمسلسل جميل قوي. عملوا يعني ناس فنانين كبار مصريين عملوا حلو، يعني كان مسلسل جميل جدا. خلاص الكلام في الإخوة كرامازوف إنه مش مفترض إن الإخوة يكونوا أعداء، لكن لو الإخوة أصبحوا أعداء النتائج بتكون درامية جدا جدا جدا. جالي تعليقين من إخوة أهلاوية، تعليقين محترمين يعني، في النهاية هم معترضين. لكن في التعليق الأولاني الأخ الأهلاوي بيقول أنتوا أصلا أضحوكة. يعني كنت أتمنى كلمة أضحوكة دي تكون في فترة سابقة، يعني كنا فعلا أضحوكة، يعني كنا حاجة تضحك يعني. لكن دلوقتي إحنا أضحوكة ما أعتقدش، يعني أعتقد إنه على العكس تماما. ما أعتقدش إن الزمالك النهاردة هو أضحوكة الكرة المصرية بقدر ما هو فريق بيصنع من اللاشيء اشياء كتير، بيصنع من اللاشيء نتائج كبيره. احنا مش احسن حاله، احنا مش في احسن حاله، وما بنقولش ان احنا في احسن حاله، وما بنقولش ان احنا الفريق الذي لا يقهر خالص. بالعكس احنا بنقول ومستغربين ان احنا موجودين في مربع العمليات ده. كان برضو نرجع تاني للدراما المصريه زمان، كان استاذ اسماعيل ياسين الله يرحمه في لقطه مشهوره قوي، الشاويش عطيه بيقول له شغلتك على المدفع بورروم يا عسكري، بورروم. مفيش شغلة على المدفع اسمها بورروم، ومفيش شغلة في الإدارة اسمها بورروم. ما ينفعش مثلا إن الكابتن حسين لبيب يروح يقعد مع الأستاذ الشريعي أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي المحترم، اللي بيعمل لمصلحة النادي بتاعته، ويمضي على عقد لزياد كمال ب 35 مليون جنيه إعارة لمدة سنة. أنا بحاول أرضي إخواتنا الأهلاوية، أنا بحاول أفهم إخواتنا الأهلاوية إن المشكلة مش فساد إداري بس في النادي الأهلي، هو فساد إداري في الزمالك، ولكن النادي الأهلي كان يملك مقومات للنجاح وفشل. إحنا نملك كل مقومات الفشل، نملك كل، يعني يكفي إن حسين لبيب بقول لك بيروح مع الأستاذ أيمن الشريعي، مع راجل رئيس نادي إنبي، فاهم؟ المخضرم اللي فاهم، بيمضي على عقد زياد كمال ب 35 مليون جنيه إعارة لمدة سنة. مش بس كده، ده مضاه على حاجات كده، مثلا ايه، لو ريال مدريد كسب بطولة اوروبا زياد كمال ياخد 50,000 دولار، لو الزمالك خد بطولة افريقيا 50,000 دولار، لو الزمالك اتعادل مع المحلة 30,000 دولار. حاجات غريبة بنود غريبة في عقد غريب، مريب، عقد مريب، عقد يشوب كثيرا من الريبة يعني أصل هو لو مش فساد ما هو عكسها غباء، بس الغباء بالحجم ده يعني صعب. وبالتالي ادخل بسرعه على هو فساد ولا غباء اداري، مثلا من ان كابتن محمود الخطيب يخطئ هو والمديرين مدير العقود، فاهم؟ يعني نقولها كده،
فيخطئ في عقد كولر، فكولر يدفعوا الدم، يعني يدفعوا عقد 3 سنين مثلًا، يدفعوا مبالغ رهيبة. ومن باب أولى إن كابتن محمود الخطيب يعني يصحى، يفوق، فاهم؟ طبيعي غلطنا، فهنا غلطنا ماشي مقبولة. يعمل عقد ريبيرو بنفس الطريقة، هو بنفس الشكل. وبعدين لأ، مش بس ريبيرو، بيستورم بنفس الشكل. هنا يا إخوانا الموضوع يتخطى الغباء، فاهم؟ لإنه في بعض الحالات مثلًا يقول لك إيه، لو واحد في امتحان، أنتم عارفين الامتحانات برّه كلّها بتبقى عبارة عن إيه، اختيارية. لو واحد عمل 100 غلطة فهو بيتعمد يسقط. يعني لو واحد جاله 100 سؤال، الأسئلة اختيارية، لو هو غلط 100 سؤال هو تعمد يسقط، فاهم؟ لأن نسبة الحظ مش أقل من 22%. يعني نسبة الحظ في الامتحانات دي، يعني لو حضرتك مثلًا جبت ال100 سؤال وكتبت الإجابة الأولى ألِف، 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 نسبة ال الخطأ هتكون مش أكتر من 22%. يعني لو حضرتك ما تعرفش أي شيء وعملت اختيارات عشوائية، ممكن ما تجيبش أقل من 20%. وبالتالي إن أنت تعمل 20 خطأ فده ولا شك بيكون تعمُّد للخطأ. في تعمد الخطأ في كرة القدم هو فساد. زي ما قلنا زياد كمال في نادي الزمالك جِاب 35,000 جنيه، آسف، 35 مليون جنيه لمدة سنة، لعيب ما لعبش. ومش بس ما لعبش، ده الزمالك لمّا كسب بطولة أفريقيا كان واجب علينا إن إحنا ندّي أخونا أيمن الشريعي $50,000 للعيب ما لعبش. يعني مش حتى مثلًا بيقول لك إيه، لو اللعيب لعب وسجّل أهداف فندفع له، لا، 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 ده ما لعبش، ده جه مُصاب وفضل مُصاب وقعد مُصاب ولعيب ما لعبش. زياد كمال ما شُفناهوش، ولمّا شُفناه قُلنا يا نهار أسود، ده الحمد لله إن إحنا ما شُفناهوش. مش بس كده، أنا بس هارجع لإخواتنا الأهلاوية عشان نقول إن الفساد مش بس في الأهلي، لكن الفساد في الأهلي شكل تاني. الفساد في الأهلي مُنمَّق برجل، عارف أنت، مُستتر تحت عباءة الشرف، أحسن من الشرف ما فيش، وهو كابتن محمود الخطيب. ولكن أنا عايز أرجع بس لنادي الزمالك عشان إخواتنا الأهلاوية ما يفتكروش إن إحنا بنتكلم بس على النادي الأهلي، لأ. لمّا نروح نعمل عقد مع ميشلاك، أستاذ أحمد سليمان أو اللواء أحمد سليمان زي ما تحبوا تسموه، يعني مش فارقة، أو كابتن أحمد سليمان، اللي أنتم عايزين تسموه سموه. فيروح يجيب لنا مشلاك ب$800,000، ويتقال لنا إن مشلاك ده كان المفروض إن إحنا ندفع 800 ورئيس النادي السعودي يدفع 800، يعني مشلاك ده ب1,600,000 دولار في السنة على اللاعب اللي أنتم شفتوه ده. فهل ده غباء والّا فساد؟ سيبها لكم أنتم، ما فيش مشكلة. نفس الراجل يروح يجيب لنا عمر فرج. عمر فرج هو شاب فلسطيني، ولد صغير، بيلعب كورة، مش ما بيلعبش كورة، إحنا ما شفناهوش. يدفع فيه $1,000,000 ليه؟ يعني في النهاية بيزيرة جِاب $400,000، فاهمني؟ فأنت رُحت دفعت في عمر فرج $1,000,000، أنت ما دفعتش حاجة، أنت كتبت شيكات على نفسك. أنت ما دفعتش حاجة. أنت كتبت شيكات على نادي الزمالك وما دفعتش حاجة، والفريق التاني وافق. ليه وافق؟ لإنك واخد عمولات. أنت واخد عمولات عشان تحط شيكات على الزمالك. في نفس الطريقة كابتن أحمد سليمان اللي ما اعرفش ماله ومال التعاقدات، وهل كان أحمد سليمان لما دخل نادي الزمالك كان متخصص تعاقدات أو جاي إن هو الديسكريبشن بتاعه إن هو يكون مدير التعاقدات، يروح يجيب لعيب اسمه ياسر حمد. أقسم بالله أنا ما اعرفش شكله إيه. هذا اللاعب ياسر حمد جه بمبلغ $500,000 ولعيبة الزمالك ما تعرفوش. مش أنا وأنت، مش أنا وأنت يا أستاذ محمد فؤاد، مش أنا وأنت ما نعرفوش، لا يا أستاذ محمد. الزمالك فيه مصايب، فيه بلاوي، فيه 7 من الوصايا ال10 ما اتنفذوش يعني. هل وقفت على كده؟ لأ، ما وقفتش على كده. كان الشيء المؤسف إن مجلس إدارة الزمالك لمّا حس إن المركب غرقت بإيديهم، اختفوا. اختفوا حرفيًا. إحنا لغاية النهارده ما نعرفش كابتن حسين لبيب فين. إحنا بنشوف الخِلَق الجميلة دي دلوقتي جايين يحصدوا ثمار الفريق الصغير. أنت عارف إن في لعيبة في الزمالك بدأت تلعب لمجرد لمّا شافت إن النادي بيطلع، ما حدش كان يتوقع إن النادي يطلع. النادي طلع بولد اسمه الخضري في الشمال ومحمد إبراهيم في اليمين، بشوية عيال صغيرة، واد اسمه الفرنساوي في نُص الملعب. ناس طلعت 5، 6 لعيبة طالعين من تحت ما حدش يعرف عنهم حاجة، وقفوا النادي في ظل عدم وجود مدرب. جه كابتن معتمد جمال اللي ما حدش كان عايزه، وبدأ يلم الناس، وعمل فريق
ودلوقتي بنشوف كابتن أحمد سليمان في المدرجات، وبنشوف كابتن حسين السيد، وبنشوف كابتن المندوب، بنشوف كل الناس الجميلة دي. ليه؟ المركب طلع على الوش، مش بس المركب طلع على الوش، مركب الأهلي غرق ومركب بيراميدز غرق، فجات الناس تصورني. أستاذ محمد فؤاد، الموضوع مش إن أنت زعلان إن إحنا بنتكلم على كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب أنا ما ليش دعوة بيه كإنسان، يعني كإنسان العلاقة بينه وبين ربنا إيه، دي مش أنا لو سألتني عن نفسي أنت داخل الجنة والّا النار، أقول لك الله أعلم، أنا تحت رحمة إيد ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يفعل بنا ما يشاء، ولكن في أمور النبي صلى الله عليه وسلم وصّانا إن إحنا ما نحطش نفسنا في موقع الشُبهة. يعني لو أنت حاسس إن اللي قدّامك شاكك فيك، روح له، قُل له لا، لا، الشَك اللي أنت فيه ده غلط، ما بُص هي الحاجات دي بتاعتي، أنا دافع تمنها. ما تخلّيش حد يشُك فيك. لكن الشيء المؤكد إن ما حدث في النادي الأهلي آآ ولا شك، ولا شك، ولا شك في شبهات مؤكدة للفساد. يعني النادي الأهلي مش أنا اللي باقول، خُد بالك إن الميديا الأهلاوية، لو حضرتك زعلان منّي كراجل يوتيوبر زملكاوي، ماشي، حقك تقول لأ أصل ده زملكاوي. لأ، اتفرّج النهارده على الميديا الأهلاوية كلّها بلا استثناء، إن كابتن محمود الخطيب حتى في البيان الأخير بينفي أي مسؤولية لنفسه، وإنه في قرارات تصحيحية. أول قرار تصحيحي لو كان في نوع من أنواع احترام النفس واحترام النادي الأهلي واحترام كرامة النادي الأهلي واحترام مبادئ النادي الأهلي العريقة اللي اتعلمناها من مجلس إدارة النادي الأهلي من زمان، أول شيء كان عمله استقال. حتى لو هو مش مسؤول كان استقال، لأن ما يحدث الآن في النادي الأهلي هو ولا شك كوارث. كوارث المسبب الرئيسي فيها هو محمود الخطيب. هو محمود الخطيب. أنا يا أخوانا بقى لي كتير زملكاوي. أنا والدي كان بياخدني الاستاد وأنا عندي 6، 7 سنين. أنا فاكر مرّة وأنا عندي 7 سنين كان اتقال لي يعني وأنا صغير من خلالي، كلّهم أهلاوية، "يا ابني أبوك بياخدك الاستاد، خُد بالك أنتم هتروحوا الاستاد تلاقوا 10 تنفار، الزملكاوية كلّهم في مصر 50 واحد." اقتنعت بكده، لإن الإعلام يقدر يغيّر الفكر بتاع طفل. فكانت ال النتيجة إن والدي في مرّة من المرّات بدون قصد خدني ماتش للزمالك، وكان الماتش ده مش مذاع. الكبير في السن قدّي عارف الماتش ده، ماتش الزمالك والكروم، كان أول مرّة الكروم يطلع درجة أولى. ماتش مش مذاع، وحِضِر الماتش ده جوّه الاستاد 120,000 متفرّج، وبرّه الاستاد كان فيه 50، 60,000 متفرّج. وكانوا بيلفّوا على الاستاد بميكروفونات برّه الاستاد يقولوا يا إخوانا الماتش مذاع، كان هيحصل كارثة. هنا حسّيت بقيمة جمهور الزمالك، وإن جمهور الزمالك بيظهر في الأزمة. جمهور الزمالك جمهور كبير، كبير قيمة وكبير عدد. فأستاذ محمد فؤاد ما تزعلش منّي، أنا لمّا اتكلّمت عن الأهلي، لإن واحد ممكن يقول لك بتتكلّم عن الأهلي ليه؟ لإن الأهلي أساء للزمالك. إحنا كُنّا في حالنا، لا بينا ولا علينا. بصّينا لقينا إمام عاشور الأول، وقُلنا إمام عاشور ماشي يا كابتن محمود الخطيب، ده راجل من غير نادي وجه الزمالك وعمل المستحيل عشان يرجع، والأهلي خَده، خلصنا، فهمنا، يالّا. لقينا زيزو اللي بدأ يلعب أي كلام وبدأ يدمرنا من جوه وبدأ يتكلم في 60 و70 و80 مليون، وكنا عارفين إن اللي فيه بيزقه، في حد بيزقه، وكنا عارفين ومتأكدين إنه رايح النادي الأهلي. والنادي الأهلي صوره قبل ماتش ستالنبوش بيوم يا كابتن، وحط الصورة قدام الناس كلها. وكان الغرض منها إيه؟ قُل لي أنت كان الغرض منها إيه؟ كان الغرض منها إن الزمالك يخرج من بطولة أفريقيا، وخرج من بطولة أفريقيا. لكن يشاء ربك الكريم إن النادي الأهلي بالكيد وقلة الأدب والسفالة وكل اللي أنتم عارفينه، يخرج هو كمان من صن داونز في القاهرة. يخرج خروج مزلزل، خروج ما كانش متوقع، خروج كان كل بيجمع على إن الأهلي بالفريق اللي بيعمله ده هيذل أفريقيا، وإن الأهلي هيكسب بطولة أفريقيا حتى من غير ما تتلعب، وإن الأهلي باللعيبة اللي اشتراها دي، ولا شك النادي الأهلي اشترى لعيبة، وأعظم اللعيبة اللي النادي الأهلي اشتراهم كان تريزيجيه. تريزيجيه ليه؟ لأنه أهلاوي، لأنه عنده حُرقة. حد ملاحظ إن تريزيجيه ما بيباصيش لحد؟ الإخوة الأعداء، الإخوة الأعداء، هاجيب لك الإخوة الأعداء. حد ملاحظ إن تريزيجيه ما بيباصيش لحد؟ طب حد ملاحظ إن تريزيجيه تحديدًا وإمام عاشور ما بيباصوش لحد؟ إمام عاشور عنده حساباته، أنا لو اديت تريزيجيه وجاب جون هيتصيد، أنا لو اديت زيزو الجعان وجاب جون هيتصيد عليّا، أنا مش هادّي حد، هابدأ أشوط، هابدأ أقع، هابدأ أعمل. إمام عاشور اللي كان بيطلّع أسيستات لا حصر لها ولا عدد، بدأ ما يلعبش الفرقة، لإنه حاسس إنه أنا لو لعبت الفرقة هيتصيطوا عليّا. أنا عايز أثبت لمحمود الخطيب
إن أنا هاخد زيي زي الجعان، زي نفس الفلوس اللي خدها زيزو. وزيزو الحقيقة مش في مستوى إمام عاشور. اللي عمل كده في زيزو هو ذكائه وجشعه وجشع أبوه، إنه إحنا هدّدنا الأهلي بالزمالك. ومش حقيقي إن النادي الأهلي بيقول أصل زيزو جه free. زيزو جه free. زيزو الصفقة متكلفة أول سنة بس 210.000.000 جنيه، ده الكلام اللي طلع من النادي الأهلي أخيرًا، من ضمنهم 50.000.000 جنيه للحاج مصطفى زيزو، و50.000.000 جنيه هيطلعوا من شركة الكورة، و50.000.000 هيطلعوا مش عارف منين، وكابتن ياسين منصور هيطلّع إيه، والصفقة متكلفة 210.000.000 جنيه. خد منهم كابتن زيزو 80% من العقد. تفتكر كابتن زيزو ممكن يلعب كورة؟ أستاذ محمد فؤاد، طبعًا مشكورًا، والله بارحّب بحضرتك. الموضوع مش إدارة أهلي ولا إدارة الزمالك، موضوع فساد في الكرة المصرية. إحنا أكتر ناس خسرانين فيه، أهلاوي وزملكاوي. منظومة رياضية مش عادلة. رابطة كورة، رابطة برسيم هي في أحسن الظروف. أديك شايف المغرب بتسيطر على الاتحاد الأفريقي، النادي الأهلي بيسيطر على الرابطة المصرية، بس دي ما بقتش كورة. إحنا ضد الفساد أيًا كان مصدر هذا الفساد. تحياتنا للجميع، إخواتنا الأهلاوية أهلًا بيكم وسهلًا، ما فيش أي مشكلة. ناقش براحتك، اختلف معايا في الرأي. أنا عندي دكتور شريف، هو دكتور أسنان رائع جميل، متابع للقناة، شوية بيعلّق شوية ما بيعلّقش. لكن أنا وهو اختلفنا دايمًا في الآراء، لكن كان أسلوب الرجل إنه كان بيناقش بمبدأ بconcept 1، 2، 3، وعنده رأي أنا باحترمه تمامًا وإن كنت مختلف معاه تمامًا. أنا رأيي دايمًا إن كابتن محمود الخطيب رجل فاشل إداريًا، ولو أنا طوّلت لازم أقول فاشل وفاسد إداريًا. صباح الفل.